نتعرف منك أكثر على ما يعني بتحتويه هاي الدعوة اللي تم رفعها أمام أعلى محكمة في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاتفاقيات التي أبرمت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني هي اتفاقيات مرفوضة شعبيا، والشعب المغربي كله، لا أقول كله، جله يعني أو في غالبيته العظمى لا يقبل بأي تطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره يعني طعنة في ظهر القضية الفلسطينية. والقضية الفلسطينية رسميا وشعبيا تعتبر يعني قضية وطنية، ومثلها مثل قضية الوحدة الترابية المغربية، وبالتالي لا يمكن التفريط فيها بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى أن الملك المغرب هو رئيس لجنة القدس الدولية، وأنا هنا لا أتحدث بصفتي منسق عام مؤتمر القومي الإسلامي، بل أتحدث بصفتي مواطن مغربي عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، وبصفتي الطرف الذي تقدم بالدعوة ضد الحكومة المغربية، شخصي رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزراء آخرين، بإلغاء كل هذه الاتفاقيات اعتمادا على أسس قانونية. طبعا الاختصاص يعود في هذه الحالة إلى محكمة النقد، لأن القرار يشمل التراب الوطني كله، ولأنه صادر عن رئيس الحكومة، وبالتالي محكمة النقد هي التي لها صلاحية البت فيه. نعم. طيب شو هي الأسس القانونية أستاذ خالد، الأسس القانونية اللي اعتمدتم عليها في تقديم هاي الدعوة؟ طبعا نحن نعتمد بالنسبة لطعننا على أن هذا القرار أو هذه القرارات التي اتخذت، سواء الإطار العام أو ما بدأنا نراه من إبرام اتفاقيات في هذا المجال أو ذاك، هي كلها مخالفة لمقتضيات الدستور المغربي، وكلها مخالفة لمقتضيات النظام العام المغربي، وكلها أيضا مخالفة للاتفاقيات والعهود الدولية الموقعة من طرف المغرب لعدة أسباب، أهمها أن الكيان الصهيوني كيان غاصب، أنه كيان محتل، أنه كيان مجرم إرهابي عنصري، ولا يمكن أن يعترف به أو تبرم معه أي اتفاقية، وإلا يكون الأمر مخالفا لدستور المملكة، ويكون مخالفا لكل الشرع الدولي. طيب أستاذ خالد، فرص نجاح هاي الدعوة بالنظر إلى يعني مسؤوليات المحكمة أو يعني ما يتعلق بمحكمة النقد، بالنظر إلى وظائفها، مدى نجاح هاي الدعوة؟ يعني نحن تقدمنا بالدعوة أمام قضاء نفترض أنه قضاء مستقل، ولولا أننا نمتلك من الوسائل القانونية والدستورية ما يخولنا تقديم هذه الدعوة لما تقدمنا بها. وبالتالي نحن نأمل في أن نربح الدعوة ضد الحكومة المغربية في هذا المجال، ويبقى القول الفصل للقضاء. لسنا متشائمين، كما أننا لسنا جد متفائلين، لكن يمكن أن نقول أننا ننتظر أن ننصف، وأن ينصف الشعب المغربي، وأن تنصف فلسطين والقدس بالاستجابة لطلب إلغاء هذه القرارات واعتبارها كأنها لم تكن. نعم أستاذ خالد، كم هذا النوع من القضايا بيأخذ وقت في المحاكم؟ هذا أمر عادة، هذا النوع يعني كل القضايا أمام محكمة النقد تأخذ وقت، لكن نتمنى أن هذه القضية لا تأخذ الكثير من الوقت، وأن يصدر فيها الحكم بسرعة أكبر، حتى لا يستمر التعاطي مع هذه القرارات وبناء اتفاقيات على أساسها إلى آخره، وحتى يتوقف كل هذا المسلسل. طبعا إذا أريد
الاعتراف بكيان غاصب مثل هذا، كيان عدو، مم. كيان مجرم عنصري، فما على السلطات إلا أن تنظم استفتاء مم. مم. الشعب المغربي ليقول كلمته في هذا الأمر، لأنه أمر ليس بالبسيط ولا بالهين. مم. يعني المغاربة تعاطوا مع القضية الفلسطينية منذ عقود من الزمان على مم. أساس أنها قضية وطنية، وشاركوا وساهموا في كل المعارك من أجل تحريرها، نعم. وفي كل المعارك التي خاضها الكيان الصهيوني مم. ضد أبنائنا نعم. في فلسطين وفي دول أشكرك الجوار. جزيل ونحن الشكر. لنا مم. حي يسمى حي المغاربة، مم. يعني هو وقف على المغاربة منذ عهد صلاح صحيح. الدين الأيوبي، نعم. ونظرا للمساهمة الكبيرة للمغاربة المغاربيين مم. في تحرير القدس إلى آخره. يعني نحن ننطلق من أن الأمر لا نعم. يهم فقط قضية فلسطين، يهم فلسطين ويهمنا نحن أيضا كمغاربة. نعم.